بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وفيديو جديد إن شاء الله. ما زلنا مكملين في شروحات ويندوز 10. النهاردة هنتكلم عن إزاي تقدر تضيف لغة للكيبورد والكتابة على ويندوز 10. أحيانا بتسطب الويندوز أو بتنصب الويندوز على الجهاز الكمبيوتر وبتيجي تكتب بتلاقي بس اللغة انجليزي. طيب انا عايز اضيف لغة عربية او اضيف اي لغة تانية. لو انا بكتب مثلا مستندات ومحتاج مثلا لغة انجليزية او فرنسية او اضيف العربية عشان اكتب عربي، فديت خطوات بسيطة خالص هنتعرف عليها مع بعض في دقائق معدودة. اول حاجة هندخل على قائمة ستارت وهنختار منها سيتنج. بتظهر معايا الصفحة دي يا حضرات، بنختار منها تايم اند لانجويج. هتظهر معايا نافذة بالشكل ده، هنختار منها لانجويج. هنا بقى يا حضرات هدوس على اضافة لغة او اد لانجويج. بتظهر معايا نافذة بالشكل ده فيها كل اللغات. هختار مثلا لو انا من مصر اختار العربية مصر، لو انا من العراق مثلا اختار العربية العراق، لو انا عايز اضيف اي لغة هختار اللغة اللي انا عايزها. وبعد كده هعمل ايه؟ انا طبعا ضايفها قبل كده لكن هضيفها تاني مع حضراتكم. هنختار مثلا العربية مصر اهي يا حضرات، هي مش نشطة علشان انا ضفتها قبل كده. هختار اللغة اللي انا عايزها وهدوس نيكست. هيظهر تفضل معايا ثواني يحملها، وبعدين هقول له انستول او تحميل، هيحملها معايا. هتظهر هنا في اسفل الشاشة على اليمين اللغات اللي انا ضفتها. اقدر اضيف اكتر من لغة لو انا حابب، وبيظهروا هنا. بختار من الت وشيفت بيبدل معايا اللغة، او بختار من تحت من هنا اللغات بتظهر اللي انا ضايفها وبختار منها اللغة اللي انا عايزها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك وكومنت وشير، ولأول مرة تشوف القناة اشتركوا وفعل زر التنبيهات على الكل حتى يصلك إشعار بكل جديد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.